ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه جميله كلنا بنحبها، حاجه لذيذه، الكبده الاسكندراني بالطشه. تعالوا معايا نشوف حكايه الطشه ايه. انا معايا نص كوبايه من الثوم، هحط عليها معلقه كبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الملح، وليمونه كبيره، وربع كوبايه خل، وهقلب الخليط كله مع بعضه كده. الدقه دي اللي هتقعد معاكي هتحتفظي بيها في الفريزر، هتحطيها في علبة، وكل ما تعملي حاجة تعملي سجق، مخ، جمبري، الكبدة، هتحتاجيها تطلعيها وبعد كده هتاخدي منها. الدقة دي اللي بيعملوها بره، اللي هم بيعملوا الكبدة بتاعة الشارع دي وبتاعة المطاعم، دي الدقة اللي بيعملوها. هنزل بنص كوباية من المية زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بمعلقة صغيرة تاني كمون، يعني حطيت معلقتين صغيرين من الكمون. بمعلقتين صغيرين من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، وخلاص على كده هي دي التوابل. خلاص هحطها على جنب دلوقتي اهي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده في طاسة على النار زيت سخن هنزل بالكبدة، لازم الزيت يكون سخن وانزل بالكبدة. وبعد كده من الدقة اللي احنا عملناها دلوقتي هنحط معلقتين كبار، نحط معلقتين كبار على الكبدة واقلبها كويس. انا حطيت معلقة وبعدين هحط معلقة تاني. في الوقت ده لو عايزة تنزلي بقى، يعني لو عايزة تحطي كزبرة تاني وعايزة تحطي كمون وفلفل اسود حطي، ومعلقة طبعا من ملح صغيرة برضو حطيها او نص معلقة. انا حطيت نص معلقة من الملح، حطيت شوية كزبرة تاني، حطيت شوية كمون، حطيت شوية فلفل اسود عليها كده وهي بتتقلب بس متصورش. وبعد كده انا معايا فلفل حامي هنزل بيه دلوقتي. عايزة تحطي فلفل حامي وفلفل رومي براحتك، انا ما كانش عندي فلفل رومي حطيت فلفل حامي، بس هي احلى حاجة الفلفل الحامي بصراحة. وانا دلوقتي بعمل الطشة، حطيت شوية زيت، حطيت معلقة من الدقة اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي، وهنزل عليهم بشوية خل صغيرين زي ما انتوا شايفين كده اهو. نزلت بالخل، دي الطشة بقى، الطشة اللي بتخلي ريحة الكبدة، يعني جربيها وشوفيها، حاجة ملهاش حل. هنزل على الكبدة كده، صراحة احلى كبدة. يعني الطشة شوية زيت صغيرين عليهم معلقة من الدقة دي،
وعليهم شوية من الخل بس، وبطش بيهم الكبدة. وادي الكبدة بعد ما خلصت، وبالهنا والشفا. احلى كبدة واحلى طعم واحلى ريحة في الشقة كلها، زي الكبدة بتاعت بره بالظبط اللي احنا بنشمها واحنا ماشيين كده، وبتعجبنا قوي. هعمل سندوتشات. طبعا عندك طحينة، يعني يا ريت يكون عندك طحينة بقى، انا ما كانش عندي. حط بقدونس، تحط جرجير، حط اللي انت عايزاه في السندوتش. زي ما انتوا شايفين كده اطعم سندوتشات والله، وبالهنا والشفا.